العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائيات الإرتيان، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. افتتاح المؤتمر السادس للجنة الإرتريين الأمريكيين. مدير مديرية فورو يلتقي سكان ديعوت ويتفقد برامج التنمية. بناء السد في منطقة محابار مديرية قندع. سقوط 26 قتيلا في هجوم بمالي. وزير خارجية بيلاروسيا يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية. معطل 18 بتحطم طائرة على متنها 19 شخصا في نفال. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. افتتح في واشنطن المؤتمر السنوي السادس للمجلس الوطني للأمريكيين الإريتريين تحت شعار تعزيز القيم الإريترية للشراكة الدولية. وشكرت رئيسة اللجنة التحضيرية الوام دبرو ومسؤولة الشؤون العامة والمجتمعية السيدة حدنت قالت المشاركين البالغ عددهم أكثر من 500 إريتري، وأوضحتا مهام ولوائح المؤتمر. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهان جبرهيوته إن المؤتمر له أهمية كبيرة لانعقاده في وقت تمر فيه إريتريا بمرحلة جديدة عالية، وشدد على وجوب تعزيز مساهمتنا باستخدام وسائل الدبلوماسية الشعبية التي تحافظ على المصلحة الوطنية، وذلك إدراكا بأن قيمنا ونهجنا السياسي المستقل أساس إعداد الشراكة والعلاقات في الوقت الذي يكافح العالم من أجل الانتقال إلى نظام عالمي يتحلى بالتوازن والشراكة. وأضاف السيد برهاني أن التنظيم هو رمز التحضر والأخلاق للمجتمعات القوية، ومن المتوقع خروج المؤتمر بتوصيات وقرارات بالتركيز على تعزيز التنظيم والهوية الوطنية الإريترية والمشاركة الواسعة للمواطنين. وقدم ممثلو منظمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وحدري في الولايات المتحدة وممثلي شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في أوروبا في المؤتمر تقارير مفصلة عن أنشطتهم وناقشوها بشكل متعمق. وأوضح الأمريكيون أصدقاء إريتريا في كلماتهم أنهم ينظرون إلى العلاقة التي طوروها مع الإريتريين باهتمام كبير، واستشهدوا بأمثلة على السمعة والنفوذ المتنامي لإريتريا. سيستمر المؤتمر السنوي السادس للمجلس الوطني للأمريكيين الإريتريين حتى 26 من يوليو الجاري. تفقد مدير مديرية فورو السيد عثمان عرفة الأنشطة التنموية الجارية في أوملي بضاحية أيرامولي، والتقى السكان بشأن أعمال التنفيذ. تضمن البرامج الجارية في ديعوت عامة وأوملي وعمر قابري خاصة ومؤسسات الخدمات الاجتماعية التي تخدم ضواحي أيرامولي ومالكا وربع حداس ودنانلو. ودعا السيد عثمان عرفة لدى لقائه أيضا سكان أوملي الدفع بعملية المشاركة في التعليم التي تحقق نتائج مرضية. وتفيد تقارير التعليم ارتفاع مشاركة الطلاب بنسبة 12% من العام الدراسي 2019-2020 وحتى العام الدراسي 2023-2024، ومشاركة الطالبات بنسبة 34%. تقع منطقة أوملي في المنحدرات الشرقية وتبعد مسافة حوالي 80 كيلومترا من بلدة فورو. يقوم سكان ضاحية محابار في مديرية قندع بأعمال بناء سد لتنمية المياه الجوفية والتخفيف من مشكلة مياه الشرب. وأوضح السكان بأن السد الذي يقومون ببنائه بتوظيف قدراتهم سيكون له دور كبير لضمان مياه الشرب، ويعملون جاهدين لإكماله في الوقت المحدد. وذكر خبير حماية التربة والمياه المهندس كستجبة نسائي إنجاز 40% من أعمال بناء السد. من جانبه أشاد مدير ضاحية محابار السيد مهرت آب الصفاو بتفاني المشاركين في النفير المستمر ل3 أشهر، مشيرا إلى أن السد سيسهم أيضا في التنمية الزراعية.
يقوم الطلاب المشاركون في حملة التنمية الصيفية في مديرية عد الريح من 18 من يوليو بأعمال مرضية لإصلاح مساقط المياه والحفاظ على كل قطرة ماء. وأوضح خبراء الزراعة المشرفون على العمل أن الطلاب يعملون لبناء 26390 مترا من المدرجات الحوضية وإعداد أكثر من 5000 حفرة للتشجير. وذكر مسؤول التعليم في مديرية مندفر الأستاذ بينا تسفاي أهداف الحملة مشيدا بتعاون المعلمين وخبراء الزراعة، ودعا المشاركون في الحملة لإجراء الحراسة لنتائج أفضل للعمل الذي يقومون به. استشهد في 24 من يوليو المناضل من اليك تسفاي كفي عن عمر يناهز 70 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل من اليك بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يناير عام 1975 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في مختلف الوحدات الصحية، وبعد الاستقلال في وزارة الصحة وهيئة أركان وزارة الدفاع. المناضل من اليك تسفاي متزوج وأب ل3 أبناء، وقد وري جثمانها الثرى عصر اليوم في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب هيئة أركان وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل من اليك تسفاي، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أكد مسؤول محلي أن مسلحين قتلوا 26 شخصا في هجوم على بلدة في مدينة موبابت التي يعصف بها تمرد بوسط مالي. واستهدف الهجوم بلدة في منطقة دائرة بنكاس، وهي واحدة من عدة مناطق في شمال ووسط مالي تشهد تمردا عنيفا من جماعات متشددة على علاقة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. وقال مولاي جيندو رئيس بلدية بانكاس إن أشخاص مسلحين فتحوا النار على قرويين كانوا يعملون في حقولهم. وأضاف جيندو أن الجنود المنتشرين في المنطقة لم يصلوا إلى البلدة إلا بعد الهجوم، وعبر عن أسفه لتفاقم انعدام الأمن في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وصل وزير خارجية بيلاروسيا ماكسيم رينجيكوف إلى بيونغ يانغ في زيارة من المتوقع أن يبحث خلالها مع المسؤولين الكوريين الشماليين سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين البلدين وروسيا. وذكرت وكالات إخبارية أن رينجيكوف وصل إلى بيونغ يانغ قادما من بكين، وكان في استقباله مجموعة من المسؤولين الكوريين الشماليين البارزين، من بينهم نائب وزير الخارجية كيم جون جو، وذلك وفقا لمقطع فيديو نقلته وسائل إعلامية مختلفة. ومن المتوقع أن يلتقي رينجيكوف خلال زيارته لبيونغ يانغ نظيره الكوري الشمالي تشوي سون هوي ومسؤولين آخرين. ولم تكشف بيلاروسيا أو كوريا الشمالية عن القضايا المتوقع بحثها خلال زيارة رينجيكوف لبيونغ يانغ، إلا أنه يرى الخبراء أن هذه الزيارة ستركز على الأرجح على بناء التعاون بين الدول الثلاثة للتعامل بشكل أفضل مع نزاعاتهما المنفصلة مع الغرب. تحطمت طائرة أثناء إقلاعها في العاصمة النيبالية كاتماندو وعلى متنها 19 شخصا، وفق ما ذكرت صحيفة كاتماندو بوست نقلا عن مسؤول في المطار. وقالت الشرطة النيبالية إنه سقط عدد من القتلى وتم إنقاذ الطيار في تحطم الطائرة النيبالية، وأشارت لاحقا إلى مقتل 18 شخصا ممن كانوا على متن الطائرة. كانت الرحلة في طريقها إلى بوخارا التي تعد وجهة سياحية مهمة في الدولة الواقعة في جبال همالايا. وشهد قطاع الطيران في نيبال ازدهارا في السنوات الأخيرة، إذ ينقل البضائع والسكان والمتسلقين الأجانب بين مناطق يصعب الوصول إليها، لكنه يعاني من مشكلة في إجراءات السلامة نتيجة التدريب والصيانة غير الكافيين. أعلنت إدارة الإطفاء في تايوان مصرع شخص وإصابة 18 آخرين جراء العواصف العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار جايما. وقال رئيس وزراء تايوان تشو تشونغ تاي خلال اجتماع لمركز الاستجابة للطوارئ إن الساعات 24 المقبلة ستمثل تحديا خطيرا للغاية.
وكانت السلطات في تايوان قد أعلنت سابقا إغلاق أسواق المال والمدارس والأعمال قبيل وصول الإعصار جايمي، والذي يعد أول إعصار يضرب الجزيرة هذا الموسم، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية تحسبا لوصول الإعصار، مع توقعات بهبوب رياح قوية وسقوط أمطار غزيرة. إلى ذلك ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة المقاطعات الشمالية من فيتنام، وقتل 3 أشخاص واعتبر 5 في أعداد المفقودين بحسب السلطات المحلية. وكثيرا ما تتعرض المقاطعات الشمالية في فيتنام لأمطار غزيرة أصبحت أكثر شدة في السنوات الأخيرة، مما تسبب في انهيارات أرضية جماعية وفيضانات مفاجئة. نختم هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. افتتاح المؤتمر السادس للجنة الإرثيين الأمريكيين. مدير مديرية فور يلتقي سكان ديعوت ويتفقد برامج التنمية. أعمال مرضية لطلاب العمل التنموي الصيفي. سقوط 26 قتيلا في هجوم بمالي. وزير خارجية بيلاروسيا يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية. مقتل 18 بتحطم طائرة على متنها 19 شخصا في نيبال. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.